طب اقول ايه يا جماعه؟ المنتخب المغربي مشكله، المنتخب المغربي لا يرحم احد، المنتخب المغربي يوجه رساله للجميع: انا المنتخب الذي لا يمكن هزيمته على الاطلاق. المنتخب المغربي يوجه رساله قاسيه لجميع منافسي: ما ينفعش انك تنافسني. انت دلوقتي هتشوف التصفيات وهتشوف نتائج المباريات بتاعه المنتخب المغربي، لا، منتخب يغرد وحيدا، ده في حته تانية خالص، وبقيه المنتخبات في حته تانية، ده بيلعب مع نفسه، ده لوحده. انت بس تسال تقول المنتخب المغربي لعب كم مباراه وانت مباشره هتعرف عدد النقاط بتاعه المنتخب المغربي. مش ببالغ، لان كل مبارياته انتصارات، بسم الله ما شاء الله. المنتخب المغربي 5 مباريات زي ما بقول لك ب5 انتصارات، تضرب في 3، النتيجه ان المنتخب المغربي معاه 15 نقطه. مين بينافس المنتخب المغربي؟ مفيش اي منافسه مع المنتخب المغربي. انت هتبص على المجموعه بتاعه المنتخب المغربي هتلاقي المنتخب المغربي بلا اي شك طبعا في الصداره، العلامه الكامله. مين هينافسه في الصدارة؟ معاه 15 نقطة. المركز الثاني المنتخب التنزاني معاه 6 نقاط، وهو ده يعني المنتخب اللي لعب معاه المباراة الأخيرة وكان بيقاوح شوية إن هو يقرب، لأن كان المنتخب المغربي معاه 12 نقطة والمنتخب التنزاني معاه 6 نقاط. قال لك لو انتصرت على المنتخب المغربي يبقى معايا 9 نقاط وقرب، ويبقى فيه 3 نقاط بيني وما بين منتخب المغرب. ولكن الكلام ده ما ينفعش مع منتخب المغرب، ولا الكلام ده يمشي مع لاعبي المنتخب المغربي ولا المدير الفني ولا الجماهير ولا اي حد في المنتخب المغربي. مفيش الكلام ده، مش هنسمح لاي حد ان هو بس حاول يفكر ان هو يقرب من المنتخب المغربي. مفيش الكلام ده. المنتخب المغربي عايز اقول لك يقتل الطموح بالنسبه لجميع منافسيه. مفيش فرصه انك تطمح، مفيش فرصه انك حتى تفكر انك تطمح انك تقرب او حتى تحاول تنافس المنتخب المغربي. زي ما بقول لك في الصدارة وحيدا، بسم الله ما شاء الله. خلاص يعني موضوع الصعود بالنسبة للمنتخب المغربي زي ما قلت قبل كده ما هو إلا مسألة وقت. المنتخب المغربي 15 نقطة، أقرب حد له بتتكلم في 6 نقاط. خلاص تقول له مبروك كده، ألف مبروك للمنتخب المغرب والجماهير المنتخب المغربي. مبروك ليكم يا جماعة تواجدكم في نهائيات كأس العالم، وعقبال بقية الفرق. وزي ما قلت مش ده الطموح بتاع المنتخب المغربي. منتخب يا صديقي العزيز آخر بطولة وآخر نسخة كان متواجد في المربع الذهبي، فأنت بتتكلم في إيه؟ ده مش بيفكر في التصفيات، ولا المنتخب المغربي يشغله التصفيات، والواقع يؤكد ذلك. يعني الماضي يؤكد ذلك، الماضي القريب ألا وهو تحقيقه وإنجاز على مستوى البطولة الأخيرة وتواجده في المربع الذهبي، والحاضر يؤكد ذلك إنه هو الفريق الوحيد اللي انتصر في جميع مبارياته على مستوى التصفيات، الفريق الوحيد الذي يبعد عن أقرب منافسيه. بتتكلم في كم نقطة؟ بتتكلم في 9 نقاط. فمفيش منافسة ومفيش مقارنة بين المنتخب المغربي، ومع احترامي مع جميع المنتخبات العربية والأفريقية اللي متواجدة معاه في التصفيات. فالمنتخب المغربي يغرد وحيدا. المنتخب المغربي زي ما قلت لك من العيب ان هو يفكر في التصفيات، ولا هو يفكر في دور المجموعات في كأس العالم. ولكن طموح المنتخب المغربي ابعد من كده بكتير. طموح المنتخب المغربي ان انا عايز احقق انجاز اكبر من الانجاز الاخير اللي انا حققته. اخر انجاز له تواجده في المربع الذهبي. فاذا المنتخب المغربي وجماهيره لا يقبلوا بأقل من هذا المستوى. فبالتالي المنتخب المغربي يعد العدة للمنافسة بقوة، وخلانا كلنا كعرب ومنتخبات عربية نطمح ان احنا نكرر شيء من الانجاز اللي حققه المنتخب المغربي. وانا دقيق في كلامي ان اقول شيء من الانجاز، لانك تقول انجاز المنتخب المغربي تكرره، ده بصراحة شيء صعب جدا على جميع الفرق العربية خلال الوقت الراهن. انما المنتخب المغربي بقى يطمح في تحقيق ما هو ابعد من انجازه السابق، ويحق لي ان هو يطمح بهذه الطريقة. أما بقية المنتخبات العربية أتمنى أن هي تحذو حذو المنتخب المغربي وتوصل للمستوى اللي احنا شايفينه من منتخب المغرب. وديك شايف في التصفيات مفيش حد واقف قصاد المنتخب المغربي. يسجل هدفين اليوم في مباراة تنزانيا، بتتكلم الهدفين كلهم جم في 5 دقائق. الشوط الثاني اتأخر الانتصار الشوط الأول، الشوط الثاني في 5 دقائق. الدقيقة 51 يجي الهدف الأول، الدقيقة 56 يجي الهدف الثاني من ركلة جزاء من إبراهيم دياز، وتنتهي المباراة ب2-0 للمنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك يا جماعة الأداء القوي والأداء العظيم والكبرياء الكروي اللي وصل له المنتخب المغربي على مستوى الكرة الأفريقية، بل لا أكون مبالغ لما أقول على مستوى الكرة العالمية. عامة نتمنى التوفيق للجميع صديقي العزيز. طالما وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو، لايك الفيديو واشترك في القناة عشان أوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.